ايوه يا اسطى، انت اكيد جاي على الفيديو الاخير صح؟ من ساعه ما رفعته والدنيا مولعه. هو ايه ده يعني ايه ده؟ انا بفكر اعمل جروب تليجرام وارفع فيه البضاعه السخنه اللي زي كده، عشان في حاجات لسه في الدرج هتكسر الدنيا. بتقول ايه؟ والبنات اللي بكلمهم مفيش يا عم، واخد عليهم سكرينات، يا اما هساومهم بيها يا اما هبيعها للعيال، وهو على الاقل يبقى علمت عليهم قصاد صحابي. الغريب يا اخي انهم لسه بيصدقوني، الدنيا سايبه خالص، سداح مداح واللي عايزه باخده. البنات دي اغبياء على الاخر يا اخي. مش هم بس اللي اغبياء يا حمو، انت كمان غبي وشيطانك عميك وواخدك من ايدك لطريق كله عذاب. عذاب مش بس في الدنيا، ده في الاخره كمان. فمش من الدين ولا بالمنطق ولا الرجوله ولا باي معيار ينتمي للعقلانيه انك تعمل كده. نشر الفاحشه سواء فضيحه او صوره عري او اغنيه بتدعو للفسق، كل ده ذنب كبير. كل لايك، كل شير، كل عين شافت المحتوى، كل ده في ميزانك يا معلم. فبلاش الريتش يلحس مخك وتتحول لاداء بلا عقل. اصل ربنا سبحانه وتعالى ميزك بعقل، والحيوانات بس هي اللي بتمشي ورا شهواتها من غير ضوابط. وقبل ما تفكر احسبها، هل ده هيزود حسناتك ولا سيئاتك؟ احسبها حلال وحرام هترتاح. وبس كده. متعرفش الصلاه على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.